وعلى الجميع هذه الصفات واجبة، لكن لا سيما على الطلبة. لابد أن يزودوا أنفسهم بهذه الأخلاق الحميدة، ملكات الفاضلة، وفيه دنيا والآخرة. في المرتبة الأولى هو خدم نفسه، خدم آخرته. أما إذا لم يكن واجدا للعمل وواجدا للعلم فهو خسر الدنيا والآخرة. أو عمله طيب ولكن لا يقرأ الدرس، هذا لو ديره يشتغل ويأكل الحلال. حق الإمام للدرس لهذه الحوزات العلمية، لا مجرد أنه أنا طلبة، لا، ما يفيد طلبة لابد يقرأ الدرس. إذا ما قرأ الدرس لا يجوز له يستعمل سهم الإمامة ويأكل من سهم الإمام. وفي الختام نشكر الجميع ونطلب من البارئ عز وجل التوفيق للجميع ومزيد التوفيق في سبيل تحصيل العلم والعمل وترويج المذهب والثقافة الدينية والتعامل مع الناس بأخلاق عالية والوسط العلم. الناس يتمنون من أهل العلم التعامل بالأخلاق، ولهذا إذا رأى خطأ من طلبة يقاس إلى الجميع، جميعهم كذلك. أما بالنسبة إلى سائر الناس ليس كذلك. إذا رأى خطأ من أبو الدكان لا يقول جميع أصحاب الدكاكين كذلك. أما بالنسبة لأهل العلم لا، إذا رأى خطأ من واحد وبجميعهم كذلك. من باعتبار الناس لا يتوقعون خطأ من أهل العلم، وهو أهل العلم كيف صدر منه الخطأ. إن شاء الله الله يوفقكم والله يؤيدكم، يدفع البلاء والشر الأشرار عنكم بحق محمد وآل محمد، يدفع البلاء والشر هؤلاء المجرمين عن هذا البلد يا الله بحق أمير المؤمنين موفقين ومؤيدين. اللهم عجل في فرج إمام زماننا سلام الله عليه.